بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. نلتقي معكم في هذه الحلقة الأولى من برنامجكم حديث الساعة. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على موضوع شائك جوهري مصيري تعرفه جماعة نزاط العظم إقليم الرحام من جهة مراكش آسفي، وخاصة الساكنة ديال الجماعة، ألا هو الوعاء العقاري. يعلم الجميع بأن أي استثمار كيفما كان ولأي غرض كان لا يمكن أن يكون هناك أي استثمار بدون وجود وعاء عقاري. فالأصل المشاكل ربما التي يتخبط فيها ساكنة جماعة نزالة العظم والإدارة الترابية والإدارة الجماعية هناك تتلخص حول هذا المشكل. فبالرجوع إلى بنية الوعاء العقاري، هذه الجماعة نجده يتأصل في الأساس حول نظام أو نوع الجماعات السلالية. فهذه الجماعة الترابية أولا ما يخلق درايكا ولا اليوم، فلها تاريخ. هذه الجماعة ذكرت في مصادر كولونيالية سابقة، من أبرزها ومن بينها مؤلف للدكتور لويس أروند المعنون بأوطون دي محلة au Maroc ou le Maroc de 1860 en 1912 أي زمن المحلات مغرب 1860 1912. وبالضبط نجد ذكرها في الصفحة 105 من هذا المؤلف عندما تحدث عن واقعة حركة الرحامنة بقيادة الطاهر بن سليمان البربوشي بن زالة العظم قرب بن قرير. هذا من الناحية التاريخية لذكر هذه الجماعة أو لذكر المنطقة بصفة عامة. وحسب الجريدة الرسمية للمملكة المغربية فقد وجدنا أن أقدم نص يذكر الجماعة نزاط العظم كجماعة قروية صادر بتاريخ 26 شتنبر 1973 بالجريدة الرسمية عدد 3178، يتحدث النص على مصادقة المجلس الجماعي نزاط العظم على مقرر صادر في 15 نوفمبر 1968 التخلي على بقعة مساحتها 500 متر مربع. آنذاك كانت جماعة نزاط العظم تابعة لإقليم مراكش. هذا بصفة أو بشكل تاريخي ولا نبذة على الجماعة. هذا التاريخ الذي يؤكد بأن جماعة نزاط العظم ليست محدثة بشكل حديث، بل هي ربما من بدايات الاستقلال، وحيث تعتبر من الأهم من بين المراكز المهمة بإقليم الرحامنة تجمعات سكانية، مما يدل على أن سيأخذون الحديث حول ما وقع فيما بعد. فأصل المشاكل هذا المركز الجماعي الذي يقع بالقرب من عاصمة الإقليم الرحامنة حاليا، أي قرب مدينة بن قرير، فهي لا تبعد عنها إلا ب15 كيلومتر تقريبا. القرب لهذه الجماعة أيضا من مدينة مراكش عاصمة الجهة، أي 50 كيلومتر تقريبا. لديها موقع استراتيجي، فلها منفذ على اتجاه مدينة الجديدة
من يعني ناحية الطريق الرابطة بين مراكش الجديدة، لديها في اتجاه كذلك إقليم قلعة سراغنة، وبالتالي فإن لها منطقة استراتيجية. فضلا على ذلك نجد بأن جامعة نزلة الضم الأغلبية ولا معظم تضاريسها هي منبسطة وهي وطية. تسمى حتى أن القيادة الترابية أو الإحداث ديالها تسمات لوطة، وسالفا يعني هكذا في تاريخيا سمات لوطة، وكانت تضم بالإضافة إلى جماعة نزاة العظم من بعد من تفرعت عليها جماعة البحيرة، جماعة المحرة عفوا، جماعة المحرة وجماعة ولادي ملول، إلى أن تم إحداث قيادة هي قيادة البحيرة تضم الجماعتين سالفتي الذكر، وبقات جماعة نزاة العظم تابعة قيادة لوطة نسبة لوطية هذا تضاريس المنطقة. إلا أن هذا الموقع بالرغم من ذلك فالمنطقة تعرف كما قلنا مشاكل، وأن لا أي استثمار ولا أي يعني نهوض بأوضاع الساكنة يحتاج إلى وعاء عقاري، وعاء عقاري خالص حتى تمكن المجالس الترابية المنتخبة من أداء وظيفتها، و يعني وبقية الإدارات لتنمية المنطقة، تنمية المنطقة. وهكذا فإن كل أو لربما جل مشاكل المنطقة جماعة نزاة الضم تتلخص في الوعي العقاري. فأصل الوعاء العقاري لهذه الجماعة هو يعني نظام الأراضي الجموع، أراضي السلالية. بالرغم من وجود عدة قوانين منذ تقريبا 1919 مع أول ظهير لتنظيم الوصاية الجماعات السلالية التي ظهر مع الفترة الكولونيالية، يعني مع بداية فترة الحماية الفرنسية للمغرب، ولكن ترافق عدة مشاكل إلى حدود الساعة. فالأصل الجماعة يعني الوعاء العقاري لجماعة نزاة الضم هو أراضي سلالية. ارتأت الإدارة الوصية أن تنمي هذا المركز الجماعي القروي آنذاك، يعني في التصنيف ما بين الجماعات القروية الجماعات الحضارية. فكان قرار العام الإقليم قلعة سراغنة الصادر في 12 يونيو 1984 المتعلق بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية نزاة العظم، الصادر هذا في الجريدة الرسمية عدد 3798 بتاريخ 14 غشت 1985. هذا القرار كان بناء على قوانين الجريبة العمل، فضلا على بناء على مقرر المجلس الجماعي ديال نزاة العظم آنذاك في دوراته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 30 غشت 83 900 ألف، و5 أكتوبر 83 900 ألف، و11 يونيو 1984. وأيضا على نتائج البحث العلني عن المنافع والمضار المباشر من 30 غشت 1983 إلى 2 أكتوبر 1983 بمكاتب الجماعة القروية نزاة العظم. هذا القرار أقر عليه مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية نزاة العظم، المخطط رقم 7277. من هنا بدأت يعني مرحلة يعني جماعة نزاة العظم كمجلس أنه يدوز المرحلة ديال اقتناء بقعة أرضية من الجماعة السلالية نزاة العظم ويحفظها فيما بعد. فكان الطلب لأول مرة من المجلس من خلال مداولاته في 26 أبريل 1984. من بعدها موافقة الجماعة السلالية
تاريخ 31 ماي 1984. في نفس السنة كان محضر التقييم، وتلاه كاين اجتماع ديال مجلس الوصاية في 6 فبراير 86 900 وألف، ومن بعدها يصدر قرار مجلس الوصاية في 18 مارس 1988 موقع آنذاك من طرف وزير الداخلية دريس البصري. أنا كما يعرف يعني العارفين المتتبعين أن مجلس الوصاية هو الممثل في وزارة الداخلية، كان أصبح هو الوصي على الجماعات يعني السلالية، وفي نفس الوقت راه هو كان الوصي على الجماعات الترابية القروية منها، كانت تسمى الجماعات المحلية القروية منها والحضرية. تم عملية تفويت مقابل 50 درهم للهكتار، ومن الشروط ديال عملية التفويت أن تنجز عليه مشاريع سكنية وغيرها الأولوية فيها لأبناء المنطقة. وعملية التفويت أن تتم يعني لا يتم التفويت حتى تتم إجراءاته. هكذا بدأ المطلب في سنة 1988 التحفيظ، ولم يتم إلا في السنوات الأولى من الألفية الثانية. وبالتالي كانت واحد الهضر على زمن التنمية. الواقع بأن منطقة نزات العظم تاريخيا متواجدة قبل إحداث الجماعة بشكل قانوني، وهكذا فإن عملية التفويت حسب ما توصلنا إليه بمعلومات تمت على منطقة يتواجد فيها سكان آنذاك، ولكن المطلب للتحفيظ يعني تم على كأنه على أرض عارية. ربما هذا هو الذي جعل المشكل لا يحل، لأنه جماعة نزات العظم خاصة المركز عرف نموا ديمغرافيا ملحوظا لسنوات وسنوات، وبالتالي هناك انتشار للبناء العشوائي، السكن غير المنظم غير القانوني، لأناس يعتبروا أنفسهم أصليين في المنطقة، وآخرين هؤلاء بالرغم أنهم أصليون ولكنهم أصبحوا في وضعية غير قانونية، أي أنهم احتلوا يعني الملك الجماعي الخاص، الملك الخاص للجماعة، وأقاموا عليه دورا ومشاريع إلى غير ذلك، ويستغلونه. يعني هناك ترامي وبناء عشوائي، ولكن لأسباب نجهلها ظلت الحالة عليه إلى بل هناك يعني استفادة من الربط بالماء وبالكهرباء إلى غير ذلك. كل هذا سيستمر إلى سنة 2016 سنة 2016 لصدور مرسوم رقم 2/16/706 صادر في الجريدة الرسمية عدد 6510 بتاريخ 20 أكتوبر 2016. هذا المرسوم هو الموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعي لتهيئة مركز جماعة نزات العظم بإقليم الرحامنة، والإعلان أن فيه ذلك منفعة عامة. هذا المرسوم جاء بناء القوانين الجاربة العمل وعلى مداولة مجلس جماعة نزات العظم المجتمع خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2016، وعلى نتائج البحث العلني المباشر بجماعة نزات العظم خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى غاية 13 أبريل 2016. للإشارة أن هذا تاريخ انعقاد أو مداولة المجلس الجماعي نزات العظم عرف يعني مقاطعة عدد من مستشاري المجلس، تقريبا كان 7 أعضاء المجلس ينتمون المعارضة، قطعوا مداولات هذه الدورة، وقد يعني كانوا نظموا وقفة احتجاجية آنذاك، وبالتالي لم يصوتوا على مخرجات هذه الدورة آنذاك.
هاد تصميم التهيئة، إذا قلنا بأن مطلب التحفيظ مرة يعني يعني فوق يعني أن مطلب التحفيظ تم بإغفال ذوي الحقوق القاطنين آنذاك والسكان الأوائل بالقطعة المزمع تحفيظها، المسماة الصك العقاري مبروكة، تقريبا البالغ 119 هكتارا. فتصميم التهيئة أغفل بدوره الواقع. فبالرغم من وجود مبان وسكن وغير ذلك، تم إحداثه ب يعني مناطق للمدارس، مناطق كذا وكذا، والبنايات أصلا متواجدة. صحيح أنه قانونيا هي مترامية على الملك، ولكن هناك كانت يعني تراكمات. الشيء الذي زاد الطين بلة، فتصميم التهيئة كما هو متعارف عليه مدته 10 سنوات. فهو الأصل فيه المحافظة على منطقة معينة من أجل يعني تهيئتها مستقبلا لمناطق مخصصة للسكن، للصناعة، مثل حي صناعي، مرافق عمومية إلى غير ذلك، ومما يترتب عليه قانونا من مجموعة من الإجراءات. هذا كله ينضاف يوما على يوم بمزيد من البناء العشوائي، مساهمات الإدارة بشكل أو بآخر في تأخر حل هذا الملف. كله يؤدي إلى ما يؤدي إليه، مما دعا المجلس الجماعي الحالي لنزهة العظم في دورته منعقد في دورته العادية شهر أكتوبر 2024 بتاريخ الثالث منه، على المصادقة على تقديم ملتمس من أجل تسوية وضعية العقار المسمى مبروكة، لأن هذا العقار إذا سويت وضعيته سيعود بالنفع على الجميع. فلا يمكن أن نتحدث على استثمارات مستقبلا أو إنجاز مشاريع اجتماعية أو تنموية على صك عقاري يعرف مجموعة من المشاكل ومجموعة من التراكمات التي قد تؤدي أحيانا إلى أمور لا يحمد عقباها، وبالتالي هي تشكل عائقا على تنمية المنطقة وعلى تنمية الجماعة وخاصة مركزها. فبغياب مجموعة من المرافق، مجموعة من أين يمكن أن تضعها؟ هل على حساب ساكنة اللي هي تدعي أنها أصلية متواجدة سنوات مضت، بل يعني كانت قبل إحداث المركز؟ وبالتالي هل يمكن أن تقع يعني اصطدامات على إفراغ المركز من ساكنته الحالية والهجرة إلى وجعله مجرد أطلال؟ كل هذه الأمور تجعل من تسوية الوضعية العقارية للملف مبروكة أولوية الأولويات، سواء للمجلس الجماعي الحالي، سواء للإدارة المعنية والإدارات المعنية، سواء للمجتمع المدني بمركز الجماعة نزهة العظم بالخصوص. لننتقل إلى موضوع اللي هو نقول ليس أقل أهمية. فكما قلنا في تأصيل وبداية الحلقة أن البناء أو البنية الوعائية للعقار العقارية لجماعة نزهة العظم هي تأصلت وتأسست على أنها أصلا جماعة سلالية، جماعات سلالية أراضي، يعني نوع العقار هو أراضي جماعية سلالية. وهكذا
فإن من بين المشاكل الأخرى اللي تخلي مثلا هذا المركز أو هذه الجماعة ما تكون شيء يعني في مصاف ديال واحد المجموعة ديال الجماعات المجاورة، ويكون عند فيها واحد الإنتاج بالرغم أن الأراضي ديالها منبسطة والأراضي ديالها زينة. وحتى سميو نضيفوا مسألة غفلناها، هو أن نزالة العظم كما أشرنا في البداية هي تعرف نمو ديموغرافي، تعرفه بشكل اضطرادي. وخاصة مركز الجماعة. فحسب إحصاء أو نتائج إحصاء 2024 نجد أن جماعة نزالة العظام بلغت تعدادها السكاني 19635 نسمة، مقابل سنة 2014 14838. وهكذا فإن هذه الجماعة هي فيها نمو ديموغرافي زين لعدة أسباب، ولكن إلا تحلوا هذه المشاكل هذو يكون أكثر ويكون النفع أكثر. نرجعوا للمسألة ديال الأراضي السلالية. فهذه الأراضي الجموع في نزالة العظم فيها عائقين. الأول أن تلقاو كاين ذوي الحقوق اللي هما يعني تم الإقصاء ديالهم من اللوائح، وكانت مراسلات الإدارة يعني واتباع المسطرة، كاين جواب وكاين تأخر وما كاين جواب على الآخرين إلى غير هذا. الأمور اليوم يعني في يد الإدارة، لكن ربما أنه الشروط اللي هي واضحة في المسطرة يعني في المرسوم ديال المرسوم 2/19/973 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 62/17 بشأن الوصاية الإدارية للجماعات السلالية وتدبير أملاكها. هو يتحدث عن 3 معايير: الانتساب للجماعة السلالية المعنية، بلوغ سن الرشد القانونية، والإقامة بالجماعة السلالية. بلوغ سن الرشد القانونية 18 عام واضحة للجميع ذكرا أو أنثى، لأن الانتساب للجماعة السلالية المعنية والإقامة بالجماعة السلالية هذو أمور اللي كانت أغلبها سواء يعني واضحة في الظهائر الأولى للجماعات السلالية منذ 1919، ولا اللي من بعدها قبيل يعني أربعينيات القرن الماضي إلى الخمسينيات إلى ما بعد الاستقلال. يعني تتحدث عن سنوات محددة وتغفل وتلغيها وتركت الأمور للعرف. وهكذا نجد مثلا بأن عدد من الجماعات النيابية السلالية في المغرب ما كانت شيء تعطي الحق للمرأة في الأنصبة وفي الانتفاع، إلى أن كانت ترافعات من طرف السلاليات بالغرب، واستجابت وزارة الداخلية الوزارة الوصية لمطلبهن، وهكذا أضحت يعني النسوة في جميع ربوع المملكة السلاليات يستفيدن ولا يعني من الانتفاع والقسمة والأنصبة مثلهن مثل الرجال. بل اليوم حتى أنه واحد المسألة ديال كانت في الأعراف ديال الجموع أو الأراضي الجموع، أنه الأبناء يلحقون مباشرة بوالديه أو لا يعني بالأب ديالهم، إلا أن يتزوج يعني الابن الذكر ويعزل أو لا ينفصل على بيت أبيه. وهكذا يعني تقولوا دار كانون ديالو. هنا نعطيه واحد النصيب أو نسجلوه ونعطيه فين يحراط أو لا فين يسكن بعدا، لأن الأغلبية أراضي الجموع وربما وحتى في يعني في الفكر الجمعي خاصة في إقليم الرحامنة يتم الفصل بين وجهتين، ولو أنها هي عملة واحدة، ولكن نجد عددا من الجماعات تتحدث على أن أرض الجموع هي
تلك الأرض اللي هي يعني غير محروطة، تتبقى فقط للسرح للرعي. هي يعني جموع ديال الدوار أو قبيلة بين قبيلة أو فخذة بين فخذة، اللي هي تتكون يعني على شكل فقط مرعى وهكذا. وعندنا الأخرى اللي تيكون يعني أنصيبة للأسر ديال هذاك الدوار أو الدوار المجاور إلى غير ذلك. تقدر توقع ديك التبادلات فيما بينهم، مثلا اللي يقدر مثلا واحد عنده خدام، كاين اللي عنده قطار، كاين اللي عنده 20 وهكذا. م- حتى نجيو بأنه المسألة ديال أن المرسوم لم يجيب على مسألة الانتساب للجماعة السلالية. فهذا الانتساب كيف؟ وأنه الأصل فيه هو العرف. فمثلا أغلبية الجماعات السلالية تتحدث على أن الإنسان يعني يزداد في المنطقة المصاهرة، وخاصة أن الأصل في الجماعات السلالية له مرجعية إسلامية، هي إحياء الأرض الميتة، إحياء الأرض البوار التي يعني لا ملكية لأحد عليها، ولكن تكون ملكية للدولة عليها. وأصلا أن الجماعات السلالية تم إحداث الإطار القانوني لها في إطار وفي سياق يعني الحماية الفرنسية، نظام الحماية الفرنسية على المغرب، ولأهداف كولونيالية صرفة، أغلبيتها ولا تتجلى معظمها في كبح جماح والتحكم في تحركات القبائل من جهة، وهكذا. فإن الانتساب واحد الجماعة سلالية إلا رجعناه تاريخيا غادي نلقاو أن الجميع أو لا معظم الجماعات السلالية في المغرب هي كاملها صرفة محضة تنتمي لتلك المنطقة الجغرافية، لا أظن. وهكذا فإن انتساب الجماعة السلالية يعني بقى يعني بشكل مطاطي، وترك المجال للعرف وأعراف الجماعات النيابية اللي تتخلي أن الإنسان يعني كاين زيادة في المنطقة أبا عن جد، أو لا جاء مثلا الأب في مرحلة من المراحل كاين ديال أنه الإنسان تيكون يشتغل في هذيك المنطقة، سواء أو لا حتى ما يعرف يعني طلب بين قوسين اللجوء لقبيلة معينة لطلب الرزق إلى غير ذلك، يتصاهر مع ساكنة تلك المنطقة، أو لا تيجلب الأب من الزوجة ديالو، ولكن الأبناء ديالو تيتزادوا في واحد المنطقة، وبالتالي تصبح من الجماعة ديال هذيك البلاصة، يستفاد ويؤدي الواجبات ديالو كالشرط مثلا ديال الفقيه، أنه يكون في المسرات وفي الأحزان تما في يعني ديال هذيك المنطقة. وبالتالي ربما حتى أنه تنقطع الصلة بينه وبين المنطقة التي جاء منها أو انحدر منها، بل أن ربما أن المعتقد ديال عدد ديال الجماعات النيابية ولا يعني أو الجماعة أن الإنسان ينتمي إلى إقليم واحد، إلى قبيلة واحدة، فبغض النظر أنه ينتقل من منطقة إلى منطقة ولكنه في داخل نفس النفوذ لتلك الإقليم أو لتلك القبيلة، وبالتالي فهو منها، وبالتالي فهو سلالي أبا عن جد فيها. وهكذا ينطبق على مسألة الإقامة بالجماعة السلالية هذا الشرط أو هذا المعيار. هذه الإقامة كم من سنة، وبالخصوص أنه قد يكون مقيما ومنتسبا وبالغا سن الرشد، ولكنه لا يتوفر على أي نصاب في أرض الجماعية، أو
قد كان يتوفر عليه ولكنه لا يستغله، وبالتالي تنتفي عليه هذه الصبغة ربما. كيف يمكن أن يتم حساب أنه من ذوي الحقوق والشخص معين لا يستغل مثلا مجموعة من الإكراهات هذه التي تجعل مثل هذه الأمور. بل مثلا وجدنا في بحثنا على أن مثلا أحد الذين حرموا من الانتماء للجماعة السلالية نزاهة العظام معها، أحدهم يتوفر على بطاقة تعريف وطنية صادرة عن وزارة الداخلية سنة يعني حرر ب 1980 نزاهة العظام. سلمت له هذه البطاقة من طرف السلطة، تتحدث على أن صاحبها مزداد بجماعة نزاهة العظام، مسقط رأسه ونزاهة العظام، تاريخ الولادة 1948، قيادة الوطن. فكيف لمثل هذا أن يتم حرمانه من الانتماء للجماعة السلالية نزاهة العظام ومن معها، وحرمان أبنائه وحفادته مثلا، وغيره وغيره وغيره. مجموعة من المشاكل تحوم حول ملف الجماعات النيابية بنزاهة العظام. فضلا على ذلك مسألة التحفيظ أو التفويت التي رخصها القانون لذوي الحقوق. فحسب ما تحدث لنا مجموعة من ذوي الحقوق الذي أنهم عندما باشروا عملية التفويت، مسطرة التفويت، تم إخبارهم شفهيا بأن تلك المناطق التي فيها أراضيكم أو الأراضي التي تستغلونها والبقع التي تستغلونها والمساحات التي يستغلونها يا إما هي معدة لإقامة سكنية أو معدة لمنطقة صناعية، وحسب تصميم التهيئة الذي اطلعنا عليه بمقر جماعة نزاهة العظام تلك المناطق غير معنية، بالعكس هي أراضي فلاحية. هذا من جهة. من جهة أخرى أن بعض ذوي الحقوق جماعات نيابية أخرى في جماعة نزاهة العظام قام بالتعرض على ولا تم التعرض على ملف التفويت ديالهم بحجة أن تلك المناطق أو تلك المساحات هي معدة للكراء من مسطرات أخرى للكراء للأغيار، وليسوا من يعني من ذوي الحقوق. مما جعلهم يستغربون ويستفسرون ويرسلون تعرضاتهم لعمل الإقليم الخامنة، لأنهم حسب تعبيرهم لم يتم إخبارهم من طرف الجماعات النيابية أو متى تم هذه المسطرة وكيف تمت ولماذا، بخاصة أنهم من ذوي الحقوق ملتزمون بالعكس أنهم بدأوا مشروعا فلاحيا معينا. صحيح أنهم مساحات ربما لا تصل إلى 10 هكتارات، ولكن ربما أن يتم مواكبتهم وحثهم لماذا على المرور إلى إتمام المسطرات، التفويت والتحفيظ الجماعي لعشرات الهكتارات فيما بينهم، وإنجاز مشاريع فلاحية متكاملة في شكل تعاونيات مثلا. لماذا؟ حتى يستغلوا هم الأرض ديالهم وتنفع بهم وتنفع بهم الناس وينتفعوا معهم الناس وتنفع بهم الأرض ديالهم وينتفعوا بها، عوض مثلا أنهم يهاجروا ويخليوا هذه الدواوير خاوية على عروشها
مثلا، ويستافد ويقبض كاع التعويض ديال الكراء اللي هو يكون سنوي، ماشي هي مقابل ماذا؟ انه يهاجر ويمشي للمدينة عمرها. اش عنده؟ هو ربما عنده المهنة ديالو هي الفلاحة وهي الزراعة وهي الكسيبة، وبالتالي لما لا أنه تكون واحد الفرصة أن هذه الساكنة اللي هي عندها الرغبة في واللي هي عندها الشروط سلالية وعندها إنجاز ديال مشاريع فلاحية الأصل فيها هو اللي كاين حسب القانون، أن هي الأصل أن هي اللي تستافد هذه الأرض وتنفع بها وتنفع بها وتخدمها وعارفاها وعارفة أشخاصها ويتعاونوا وينضموا التعاونيات ولا ويداروا لاش لا ما يداروا كاع من بعد هذوك جمعيات تعاونيات ولا تجمع تعاونيات اللي يكون متكامل وحدات إنتاج، شي يدير الفصة وشي يدير الزيتون وشي يدير الكمون وشي يدير هذا اسمه هو التربية، تربية مثلا الأغنام ولا يعني من أجل يعني اللحوم يعني التسمين، وشي يدير مثلا الأجبان والألبان إلى غيرها، وهكذا يكون واحد كخلية نحل كل شيء واحد الاتجاه. وهذا تكامل وسلسلة إنتاج اللي هي خاصة المنطقة فيها خيرات زينة، الأرض زينة، أموالها الحمد لله زينين ما فيهم مشاكل. حاجة وحدة يبغيو المفاهمة ويبغيو شيء من ياسر يعني التشاور والوضوح والأخذ بيدهم عوض من اتخاذ قرارات أحادية انفرادية بتوجهات. وهذه فرصة كذلك الجماعات النيابية بقيادة لوطة على أن الدور ديالكم ليس فقط الإجراءات الإدارية وفك النزاعات واللوائح وإعدادها ويعني وتحيينها إلى غير، بل هو التفكير مع الجماعات السلالية اللي انتم هي أصلا انتم تنتميوا إليها، انتم راكم من الجماعة والجماعة. فالأصل هو العوين والتعاون واستغلال يعني الحمد لله القوانين اللي هي كاينة تحت يعني الإرادة والرؤية المولوية ديال صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، من أجل أن الإنسان المغربي يتمكن من أدوات وآليات ديال التنمية المستدامة اللي ما هي درايكا تعطي نتائجها آنية ولا استفادة آنية ولا بالعكس هي تكون استدامة يعني تنمية مستدامة عوض من بعض الدريهمات القلائل اللي يقدر غدا ما تنفعهم ولا تنفع أولادهم ولا تكون يعني سبب من أسباب الهجرة من القرية إلى المدينة، ولا اللي قاع عادي يبقى في هذاك الدوار مثلا ولا كذا يصبح مثلا يشتغل عند المستثمر إكس ولا إيغري. من ضد الاستثمار، احنا ما ضد الاستثمار، ولكن الاستثمار اللي يكون عقلا ويكون عنده أبعاد ديالو خير من الأمور اللي تنخاض يعني في توجهات معينة، لأنه أبرز المشاكل تأتي من غياب معلومات، غياب يعني اللقاءات يعني المفاهمات، عوض الكل يغني على ليلاه ويبكي على الأطلال اللي ما من بعد ما تنفع حد. هكذا فإن أغلب مشاكل جماعة يعني مشاكل جماعة نزاهة العظام ولكي يمكن النهوض بها مستقبلا، سواء ما بقي المجلس الجماعي حاليا أو الجماعة يعني المجالس المقبلة والإدارات المقبلة يعني استمرارية الإدارة في السلطة المحلية غير ذلك، سببه هو أنه يتم إنهاء المشاكل. أولا الصك العقاري مبروكة وحله واستفادة الناس منه وتسهيل الأمور، وهذه فرصة للجميع يتخذ المسؤولية، وحتى الساكنة
المحلية بمركز جماعة نزهة العظم والمجتمع المدني، فالمركز بالخصوص عندكم مسؤولية كبيرة وكبيرة وكبيرة، أنكم يعني التعاون وتفتحوا باب الحوار مع الإدارة، وكذلك الإدارة تفتح الباب مع هذه الساكنة من أجل الرقي بهذا المركز والنهوض به من جهة، فضلا على بقية المجتمع المدني للجماعة ككل، والجماعات النيابية بجماعة نزهة العظم والساكنة، من أجل إيجاد حلول عملية يعني بشكل مستدام لما فيه الخير للجميع، وليس يعني البقاء أو الحديث عند نقاط بعينها، البحث في تاريخ معين. الأمور مرت والماضي لا يعاد، والماضي ما ينعاد أبدا، ولا ينعاد بانعكاساته الماضية وانعكاساته السلبية مع الأسف، لأنه إذا في استحضار الماضي هو استحضار القرارات الغير الصائبة، استحضار تاريخ لم نحضر له في سياقات معينة. وبالتالي اليوم الإنسان يعني ينظر للمستقبل، الناس تشوف التنمية، تشوف الأمور اللي هي جاية من بعد، ولهذا فما مر وانتهى، واليوم الجميع أمام يعني امتحان، سواء كانت إدارة، سواء كان مجتمع مدني، ساكنة، الجميع، وبالخصوص الجماعات النيابية بنزهة العظم قيادة اللوطة، فالجميع أمام امتحان عنوانه تنمية جماعة نزهة العظم بشكل مستدام، وليس حلول ترقيعية آنية بإسقاط مجموعة من الأفكار ومجموعة من الأحكام المسبقة الإقصائية مع الأسف لطرف دون طرف، وبالتالي سيستمر المشكل ولن يستأصل من الجذر ولن تنتهي هذه المشاكل.